نظام مراقبة السرعة لرادار فترونيك. يواجه مرتادو الطرقات في شوارع إمارة الشارقة مخاطر عالية أثناء قيادتهم للمركبات بسبب عدم انتباه السائقين المتهورين في قيادة مركباتهم، وتزداد هذه المخاطر إلى حد كبير في الطرقات السريعة. يعتبر نظام مراقبة السرعة المتمثل بجهاز رادار فترونيك الأول والوحيد على مستوى العالم في وجود خصائص مراقبة الطرقات والسرعات، مما يجعله الحل الجذري للتقليل والحد من الحوادث الجسيمة الناتجة عن السرعات العالية وتهور السائقين. يعمل رادار فترونيك على تغطية مسافة الطريق لتصل إلى 6 مسارات، كما يمكنه العمل بالتصوير الأمامي أو الخلفي، بحيث يقوم بقراءة سرعات وبيانات المركبات المتواجدة في نطاق تغطية الجهاز بشكل كامل ودقيق. وتتمثل خصائص الرادار كالتالي: قراءة سرعة المركبات ومخالفة متجاوزي السرعة المسموحة في الشوارع والمقررة من قبل شرطة مرور الشارقة، بالإضافة لقدرة الرادار على تحرير أكثر من مخالفة في وقت واحد. مخالفة المركبات التي تتجاوز في المكان الغير مصرح لها بالتجاوز فيه، كالشاحنات التي تتجاوز في المسار الغير قانوني لها حتى وإن كانت ضمن السرعة القانونية. مخالفة الشاحنات والمركبات الثقيلة في الأوقات غير المصرح لها بالتواجد في هذه الطرقات، والمعتمدة من قبل شرطة مرور الشارقة للحد من الازدحام المروري. تحرير مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ففي حالة قيام السائق بالاقتراب بمركبته بمسافة غير آمنة من المركبة التي أمامه، يقوم جهاز الرادار بقياس هذه المسافة ومقارنتها بالمسافة المرورية الصحيحة، وعليه تتم مخالفة المركبة الخلفية التي أخلت بالنظام المروري بالطريقة التي قد تؤدي لحدوث حوادث جسيمة، وخصيصا في الطرقات السريعة. قياس متوسط سرعة المركبات بين الرادارات وتحرير مخالفة مرورية بحق سائق المركبات المتجاوزين للسرعة القانونية. فعند قيام السائق بزيادة سرعته بين رادارين وتخفيفها عند وصوله لكل رادار، يتم حساب متوسط سرعة المركبة والوقت الزمني الذي استغرقته لقطع المسافة بين الرادارين، ومقارنتها بأقل وقت زمني مسموح للتأكد من قيامه بقطع هذه المسافة في زمن أقل من الحد الأدنى، وبالتالي تحرير مخالفة مرورية بحقه. نظام متابعة المركبات المطلوبة من قبل شرطة